ليه إنجلترا أسست الكيان الصهيوني؟ وليه ألمانيا بتناصر الكيان الصهيوني بهذا القوة؟ أهلا بكم، أنا حسام جلال ومرحبا بكم في إنحاز فكرة. اتكلمنا في الجزء الأول من إسرائيل وألمانيا والسر وراء الدعم الألماني لإسرائيل، وحاولنا نقدم في الحلقة دي رواية مختلفة عن السردية التقليدية للدعم الألماني لإسرائيل. السردية اللي بتقول إن الدعم الألماني لإسرائيل هو نتيجة إحساس ألمانيا بالذنب والعار اتجاه اليهود وإسرائيل نتيجة المحرقة والهولوكوست، وإن العلاقة ما بينهم هي أعمق من كده من النواحي الدينية والثقافية والتاريخية والاقتصادية حتى. واتكلمنا عن رواية الكاتب اليهودي الأمريكي جورج شتاينر سابورتيج تو سان كريستوبال اوف اي اتش، أو نقل هتلر إلى سان كريستوبال، واللي بيتكلم فيها جورج شتاينر عن وجهة نظره على لسان هتلر في دفاعه أمام المحكمة، واللي بيقول فيها إن إسرائيل عبارة عن محاكاة للدولة القومية الألمانية اللي أسسها بسمارك، وإن النازية ما هي إلا محاكاة علمانية للصهيونية اليهودية، وإن هتلر استلهم وحشيته ودمويته وفكرة الجنس المتفوق على باقي الأجناس من فكرة شعب الله المختار الموجودة في العهد القديم أو التوراة. وفي الحلقة دي هنحاول نقوم بمجهود آخر لفهم طبيعة العلاقة أو طبيعة جذور العلاقة ما بين إسرائيل والصهيونية من ناحية، وألمانيا وجذورها النازية والدولة القومية الألمانية من ناحية تانية. فيلا بينا نقوم. في البداية لازم ناخد بالنا من بعض الحاجات. في 1897 ده التاريخ اللي تم فيه المؤتمر الصهيوني الأول، واللي عقده تيودور هيرزل مؤسس الحركة الصهيونية، وكان انعقاده في بازل. بس المدينة اللي كان المفروض ينعقد فيها المؤتمر في البداية هي ميونخ في ألمانيا، وده لأن الثقل اليهودي كبير في ألمانيا وبالتحديد في مدينة ميونخ. دي أول حاجة لازم ناخد بالنا منها. الحاجة التانية هي إن تيودور هيرزل، هتلر، بسمارك، ونضيف عليهم كمان مارتن لوثر مؤسس المذهب البروتستانتي، كلهم بينتموا لنفس البيئة الجغرافية ولنفس المنطقة، ألمانيا والنمسا، واللي بيعتبروا ما بينهم روابط جغرافية وتاريخية، وحتى بيتكلموا لغة واحدة، لأن ألمانيا والنمسا زمان كانوا دولة واحدة أو بيحكمهم إمبراطورية واحدة، هي الإمبراطورية الرومانية المقدسة. فكل الأطراف دي اللي هي شاركت في بناء الصهيونية والنازية والفكر البروتستانتي هم بينتموا لنفس البيئة. طيب ليه ضفنا مارتن لوثر مؤسس المذهب البروتستانتي للمجموعة؟ في الحقيقة الراهب الألماني مارتن لوثر نقدر نقول إن هو أهم شخص في تاريخ الصهيونية، لأن مارتن لوثر هو الشخص اللي غير نظرة المسيحيين في أوروبا إلى اليهود. لأن قبل مارتن لوثر ومذهبه البروتستانتي كانت الكنيسة الكاثوليكية أو الكاثوليك في أوروبا بينظروا لليهود على أنهم أبناء الأفاعي، قتلة الرب، الأمة الملعونة. ولكن جه مارتن لوثر في 1517 واعترض على الابتزاز الكنسي وابتزاز البابا وصكوك الغفران، ودعا ان الايمان يكون اساسه الكتاب المقدس. طبعا ده كلام جميل وزي الفل، بس في النص مارتن لوثر خلى الكتاب المقدس او العهد القديم من الكتاب المقدس هو اساس الايمان المسيحي البروتستانتي، وبقى العهد القديم ذو أهمية أكبر من العهد الجديد. بل إن الكنيسة الكاثوليكية اللي كانت بتنظر إلى العهد القديم كسياق تاريخي
أصبح المذهب البروتستانتي بينظر إلى العهد القديم واللي بيمثل حوالي 75% من الكتاب المقدس، بتنظر له على إنه نص ديني واجب التنفيذ. بل إن مارتن لوثر ألف كتاب سماه That Jesus Christ was born a Jew أو المسيح ولد يهوديا، بيقول فيه إن اليهود هم أبناء الرب، قبل كده كانوا قتلة الرب طبقا للنظرة الكاثوليكية لليهود، وإننا كمسيحيين لسنا إلا ضيوف غرباء على المائدة، يجب أن نأكل الفتات من الأسياد اللي هم اليهود. نتيجة لده تم ضم العهد القديم والعهد الجديد في كتاب واحد، والنتيجة الأخرى إن تم إعلاء قيمة اليهود في أوروبا، وبعد ما كانوا منبوذين ومضطهدين في أغلب الدول الأوروبية أصبح لهم مكانة كبيرة، وتم إعلاء قيمة النبوءات التوراتية في العهد القديم، وأصبحت حاكمة على الإيمان المسيحي البروتستانتي. وأصبح الإيمان بأفكار زي شعب الله المختار والميثاق الإلهي اللي ربنا منحه لليهود في أرض فلسطين، وضرورة تجمع اليهود في صهيون من أجل عودة المسيح، وكل الأفكار دي أصبحت لب الإيمان المسيحي البروتستانتي، واللي انبثق منها بعد كده الصهيونية المسيحية اللي كانت أو أسست الصهيونية اليهودية بعد كده. وبعد كده المذهب البروتستانتي انتشر في كامل ألمانيا وإنجلترا وشمال أوروبا، وذهب إلى أمريكا عن طريق المهاجرين، وأصبحت الدول دي بروتستانتية المذهب. وده يخلينا نفهم ليه إنجلترا أسست الكيان الصهيوني، وليه ألمانيا بتناصر الكيان الصهيوني بهذا القوة، وليه دول زي أسبانيا وأمريكا اللاتينية اللي هي كاثوليكية المذهب ليه بتعارض إسرائيل وضد إسرائيل. لأن بكل بساطة الموضوع ليس سياسي فقط، الموضوع في جانب عقائدي كبير. وتعالوا نشوف كده بعض السياسيين البروتستانت وهم بيتكلموا عن قضية إسرائيل وفلسطين، بيتكلموا كرجال دين وليس كسياسيين، بيتكلموا إنهم مأمورين من الله أو من الرب بمناصرة إسرائيل ودعم إسرائيل. Where God chose His people. He not only chose a people, but He chose a place. And then He chose for the people in this place a purpose. The people were the Jewish people. The place was Israel. And the purpose was to be a light to the world and to show that we don't have to look for God because He is looking for us. And that is what so separates the long history of why this city is so important. Those of us who are not Jewish, we thank you for giving all of us a foundation of morality and decency and civilization upon which our own faith is built, for without yours, we don't have one. As I often tell my Jewish friends, you can be Jewish, you don't need me. But I cannot be who I am in my faith without the debt of obligation that I owe to you. If you really look at this stepping back, you don't see just a geopolitical conflict. What you see is a spiritual conflict. This is a battle of the ages. This is not horizontal. It's not left, right, liberal, conservative. This is a vertical battle. It's heaven versus hell. It's good versus evil. People need to see it in that context or they'll miss the whole thing. This is not a hard choice if you're an American. It's not a hard choice if you're a Christian. A word of warning. If America pulls the plug on Israel, God will pull the plug on us. And we're not going to let that happen. Those who bless Israel will be blessed, and those who curse Israel will be cursed. And from my perspective, I want to be on the blessing side of things. Of those who bless the government of Israel? Those who bless Israel is what it says. It doesn't say the government of, it says the nation of Israel. So that's in the Bible. As a Christian, I believe that. Where is that? I can find it to you. I don't have the scripture off the tip of my, you pull out the phone and use the Google. It's in Genesis. But so you're quoting a
Bible phrase. You don't have context for it and you don't know where in the Bible it is, but that's like your theology? I'm confused. What does that even mean? Tucker, I'm a Christian. I want to know what you're talking about. okay. Where does my support for Israel come from? Number one, because biblically we're commanded to support Israel. But number two, Hold on. I'm not holding on. Hold on. Is the nation They're the God's descendants of referring Abraham. to in Genesis, is that the same as the country run by Benjamin Netanyahu right now? Yes. آراء السياسيين دول بتخلينا نفهم إزاي العهد القديم والنبوءات التوراتية بقت متحكمة في المذهب البروتستانتي، وده بيخلينا برضو نفهم وجهة نظر جورج شتاينر في روايته إن هتلر استلهم فكرة الجنس المتفوق واتعلم الدموية والعنصرية من اليهود زي ما قال في روايته. وده لأن هتلر هو ابن هذه البيئة اللي تم فيها غرس الإيمان اليهودي داخل الإيمان المسيحي البروتستانتي، وبالتالي ظهرت لنا أفكار زي الجنس المتفوق وشعب الله المختار والصهيونية والنازية وهذه الأفكار. وطبعا ده بيتعارض مع الإيمان الإسلامي اللي شايف إن البشر جميعهم سواسية، واللي بتحكمه الآية الكريمة اللي ربنا بيخاطب فيها اليهود والمسيحيين المؤمنين بهذه الأفكار العنصرية، واللي بتقول بل أنتم بشر ممن خلق. في سؤال مهم ممكن يطرأ على ذهن الكثيرين، وهو إزاي الألمان البروتستانت اللي بيشتركوا مع اليهود في كثير من العقائد يقوموا بالمحرقة والهولوكوست تجاه اليهود؟ ده سؤال وجيه، والإجابته لازم نعرف إن مارتن لوثر حياته بتنقسم لجزئين. الجزء الأول وهو الجزء الأكبر من حياته قام فيه بتأليف كتاب المسيح ولد يهوديا، وقال إن اليهود هم أبناء الرب، وتم تعظيم اليهود فيهم وغرس ده في الإيمان المسيحي البروتستانتي بشكل كبير. الجزء الثاني من حياته أو الجزء الأقل من حياته في آخر حياته انقلب على اليهود وشاف إنهم خبثاء ولصوص وديدان مقززة ولازم نحرق معابدهم، وإنهم بيلعنوا المسيحيين في معابدهم، ولازم نوفر كل السبل إنهم يرجعوا بلدهم طبقا لرأيه اللي هي يهوذا أو فلسطين، ولازم نوفر كل السبل لده. ولكن ده كان في آخر حياته، فظل ما دعا إليه مارتن لوثر من تعظيم اليهود أبناء الرب وإحياء النبوءات التوراتية موجود في كل الإيمان المسيحي البروتستانتي وفي كل الطوائف اللي انبثقت من ثورته الدينية بعد كده. ونتيجة للأفكار الدينية دي ابتدت تتجذر في الشعب الألماني أفكار زي الجنس المتفوق، أفكار عنصرية وفاشية قبل مجيء هتلر مجرد هو إنه أحياها. وحتى بعد ما هتلر مشي برضو ظلت هذه الأفكار موجودة، لأن اختلط فيها ما هو ديني بما هو قومي، فأنتج لنا الأفكار العنصرية دي. وده هنلاقيه في الوقت الحالي، إن احنا في فبراير 2025 هنلاقي إن حزب البديل من أجل ألمانيا، وهو حزب نيو نازي بيعيد إحياء الأفكار النازية، حصل على أكثر من 20% من المقاعد في البرلمان الألماني. وهنلاقي إن قبل مجيء هتلر أيام القيصر فيلهم الثاني إن ألمانيا برضو كانت في قمة الوحشية والعنصرية والإبادة الجماعية في مستعمراتها. بتتشابه ده مع إسرائيل، في إن زي ما إسرائيل عملت أول إبادة جماعية في القرن 21، فألمانيا قامت بأول إبادة جماعية في القرن 20. وتعالوا نتكلم عن هذه الإبادة اللي قامت بها ألمانيا. في برلين عام 1884 اجتمع رؤساء العصابة، قصدي الدول الاستعمارية الأوروبية، وقرروا يقسموا المستعمرات بتاعتهم وفردوا خريطة العالم وقسموا كل دولة هتاخد ايه من العالم، علشان ما نخبطش في بعض، ما تحصلش ما بيننا مواجهات عسكرية، خصوصا وان ألمانيا كانت بدأت تبقى قوة صاعدة في الوقت ده وعايزة تاخد نصيبها من النهب أو من المستعمرات الموجودة.
وبعد ما قسموا المستعمرات ما بينهم أصبح من نصيب ألمانيا جمهورية جنوب غرب أفريقيا أو ناميبيا. وده طبعا من حسن حظ ألمانيا، ولكن كان من سوء حظ ناميبيا، لأن هيحصل فيها إبادة جماعية بسبب إنها حظها السيء أوقعها في نصيب ألمانيا. وتمرر الأيام، وفي عام 1902 ونتيجة عنصرية وحشية الألمان يبتدي أهالي ناميبيا في التمرد. أهالي ناميبيا بيمثل أغلبهم قبيلتي الهيريرو والناما. نتيجة العنصرية تم التمرد، فكان الرد الألماني بالإبادة الجماعية لقبيلتي الهيريرو والناما. 75% من أهالي ناميبيا تم إبادتهم. تجويع، قتل، تعطيش، قتل أطفال، كله ماشي لحد لما أهالي ناميبيا قربوا يختفوا. كل ده بسبب إن الألمان شايفين إن أهالي ناميبيا هم حيوانات بشرية أقل منهم في الدرجة. هو الكلام ده مش بيفكرك بحاجة؟ بتصريحات كده اتقالت من سنتين. أيوة بالظبط كده، تصريحات جالنت وزير الدفاع الإسرائيلي لما قال على أهل غزة إنهم حيوانات بشرية، نفس اللي كان بيتعامل بيه الألمان وبيقولوه عن أهل ناميبيا، حيوانات بشرية. فبالتالي مفيش مانع إننا نقتلهم. وده لأن جالنت زي الألمان هو ابن لنفس البيئة ونفس الأفكار ونفس العقائد. وزي ما إسرائيل ما بتقوم بتجربة الأسلحة والاستهداف ببرامج الذكاء الصناعي في الإبادة الجماعية في غزة، كذلك ألمانيا كانت بتستخدم البحث العلمي في الإبادة الجماعية في ناميبيا. ده كمان راحوا لحتة أبعد، لأنهم كانوا بيعملوا أبحاث ودراسات علمية لإثبات تفوق الجنس الألماني الأبيض على الجنس والعرق الأسود، وإثبات إنه الزنوج عبارة عن حيوانات بشرية أو في درجة أقل منهم. لدرجة إنهم كانوا بياخدوا الجماجم والرفات والعظام بتاع أهل ناميبيا بعد ما يقتلوهم ويسفروه لألمانيا لعمل الأبحاث العلمية دي لإثبات إن العرق الأبيض متفوق على العرق الأسود. ودراسات كتير بقى اتعملت على خطورة الخليط العرقي ما بين الجنس الألماني والعرق الألماني والأعراق الأخرى، قام بيها طبيب اسمه أوجين فيشر في 1913. ما احنا لازم نحافظ على نقاء العرق الأبيض. الشعب الله المختار، العرق أو الجنس المتفوق، الاتنين زي بعض. وجدير بالذكر إن ألمانيا الدولة المتحضرة المتسامحة المتقدمة، حاجة كده أشبه بالجيش الأكثر أخلاقية في العالم. قامت في 2018 بتسليم ناميبيا سلمتهم 19 جمجمة، شوية عظم وفروة راس من الجماجم اللي كانوا بيعملوا عليها أبحاث ومحتفظين بيها في جامعات ألمانيا في مراسم دينية في برلين. يا واد يا مؤمن. وفي عام 1985 أصدرت الأمم المتحدة تقرير وصفت فيه قامت بيه ألمانيا في ناميبيا بأنه إبادة جماعية. وأخيرا من كام سنة الحمد لله ألمانيا اعترفت أن اللي حصل في ناميبيا منها ده إبادة جماعية، وقررت تدي ناميبيا تعويضات $1 مليار. على كام بقى؟ 30 سنة في مشاريع ألمانيا هي اللي تختار، في حين أن ألمانيا لها 70 سنة بتدي إسرائيل تعويضات عن الهولوكوست والمحرقة تخطوا $90 مليار. طبعا احنا ندي إسرائيل 90 و900 مليار كمان، دول ناس أوروبيين بيض زينا، عينيهم خضراء وشعرهم أصفر. لكن الزنوج بتوع ناميبيا أو الشرق أوسطيين بتوع غزة دول لا، دول إبادة جماعية، ويوم ما هنديهم هنرملهم شوية فك. كل الأفكار والوقائع التاريخية دي بتوضح العلاقة المتجذرة ما بين إسرائيل والصهيونية من ناحية، وألمانيا وتاريخها العنصري والنازي من ناحية أخرى. وفي الحلقة الجاية هنحاول نلقي الضوء على
تاريخ التعاون الكبير ما بين الصهيونية والنازية، واللي للوهلة الأولى الناس بتفتكر إن تاريخهم عبارة عن صراع، ولكن في الحقيقة هو تاريخ من التعاون المشترك. في الحلقة الجاية هنتكلم عنه، ونشوفكم بإذن الله الحلقة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.